إلى ما جرى في ليبيا وما جرى في سوريا وما جرى في العراق. راه ما بعيدش علينا داك الشيء عندكم. وهذه القضيه المغاربه خصهم يوعوها باش يمشيو يصوتوا نهار 7 اكتوبر. راه بزاف شتي دوك السواره ودوك الاجانب اللي تتلقاوهم في الرومبوانات يطلبون دعمكم، هذوك راه فيهم المحامي وفيهم الطبيب وفيهم المهندس، ولكن اللي بين عشية وضحاها ما تتبقى لا بيت لا أسرة، لأن المجتمع تشتت ولأن الدولة ما بقاتش ولأن لذلك عندكم تستهنوا بالعملية وتقولوا راه حنا بعاد. شتي هادو إلا بقاو غاديين بينا في هاد الطريق، وإلا استمرت الأوضاع على ما هو عليه، وإلا لا قدر الله استمروا من بعد 7 أكتوبر، تأكدوا أن أوضاعنا ستكون أسوأ من الأوضاع ديال الشمال. غير هذوك عندهم البر باش يجيو، وحنا راه ما قدمنا غير البحر، لا غربا ولا شمالا، وكل واحد ساد، وحتى الجزائريين راه داروا لينا الصور. يعني ما حك جلدك مثل ظفرك. يعني أيها المواطن أيتها المواطنة، الاهتمام بالشأن العام والاهتمام بقضايا البلاد ومناقشة هذه الأمور مع وليداتكم وأنتم على طاولة العشاء ولا الغداء ومع جيرانكم ويتذاكر الواحد في قضايا البلاد، أصبحت مسؤولية كل واحد منا، امرأة أو رجل في بيته.